أهلا بيكم في قناتي تيسير أبو الدهب. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من وصفات العيد. هنعمل البيتفور بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير مظبوطة جدا، وإن شاء الله هتطلع ناجحة معاكي من أول مرة. عايزاكي تجربي الوصفة وانتي متأكدة من النتيجة، بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد. يلا نبدأ. معانا 375 جرام من الزبدة، تكون باردة، يعني لا هي جامدة جامد ولا هي سايحة، تبقى بدرجة حرارة التلاجة يعني. نضربها كويس بالمضرب. المضرب الكهرباء هتكون أسرع معانا من المضرب اليدوي. نضربها كويس كل شوية كده، ننزل الحواف بالشكل ده، يعني قوامها واحد كده بالشكل كده، تبقى كريمي كده. يعني كوباية، ويكون منخول كويس السكر معانا بالشكل ده. هنضيفه للزبدة، نقلبهم كده بالمعلقة مع بعض، بس علشان لما نضرب بالمضرب كده ما يملاش الدنيا السكر معانا. بعد كده هنضربهم بالمضرب، نضربهم بالمضرب معانا كويس كده لحد ما يبقى القوام كريمي كده معانا ويفتح لونه، ويزيد الزبدة، تزيد حجم الزبدة معانا والسكر. لما تضربيها كويس هتلاقي الحجم اتضاعف معاكي بالشكل ده. هنضربهم كويس، وبرده كل شوية هننزل الحواف. معانا 2 بيضة، واحدة كاملة وواحدة الصفارة بس بالشكل ده. هنضيفهم على خليط الزبدة والسكر، ومعانا معلقة من الفانيليا بالشكل ده. هنضربهم كويس لغاية ما هتختفي معانا البيض بالشكل ده. نضربهم كويس حوالي 3 دقايق كده لحد ما يختفي تماما البيض معانا بالشكل ده. هننزل الحواف كويس ونضربهم مرة كمان لما تلاقي القوام بقى معاكي كريمي خالص بالشكل اللي انت شايفاه كده، يبقى تمام. معانا نص كيلو من الدقيق، احنا مستخدمين دقيق متعدد الاستعمالات. نحط رشة من الملح ونقلبهم كويس. معانا الدقيق نخلينه كويس مرة واتنين بالشكل ده. هنضيف الدقيق على مرحلتين او 3 حسب ما انتي بتاخدي راحتك في التقليب بالشكل ده. هنا مش هنعجن، حاول ما نعجنش، احنا هنقلب من فوق لتحت. هنلاقي العجين معانا سلس كده وبكل سهولة هنقلبه مع بعض مرتين او 3. مش هنعجن، احنا هنقلب من فوق لتحت بالشكل ده. هنقلبهم كده بالسباتيلا من فوق لتحت، مش هنعجن فيه. البيتيفور مش هيتعجن زيه زي الكعك، بس هنقلبه في بعض لحد الدقيق ما يختفي معانا تماما بالشكل ده. هنقلبهم، مش هياخد وقت معانا خالص. عجينة طرية معانا وسلسة جدا في التشكيل، هتبقى معاكي بالشكل ده، مش بتلزق وبتتكور معانا بكل سهولة. بتتشكل اهي بالشكل ده وطرية جدا. العجينة مظبوطة معانا. هنضعها على جنب. نستخدم بقى اي قمع عندك، اي شكل تفضليه زي انتي ما بتحبي، واي مقاس عندك. نحاول ما نكترش بقى في الكيس الحلواني معانا العجينة، بحيث نعرف نمسكها ونعرف نشكلها بسهولة بالشكل ده على حسب ايدينا بالشكل ده. هنضغط ضغطتين ونشيل بالشكل ده، ضغطتين كده وهنشيل بالشكل ده. كده هتبقى معانا الحبة قد بعضيها، مش تبقى معانا واحدة كبيرة وواحدة صغيرة بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين، نضغط ضغطتين ونشيلها على طول بالشكل ده. هندخلها التلاجة حوالي 10 دقايق. بعد كده هندخلها على فرن درجة حرارة 180. قعدت في الفرن حوالي من 10 ل 12 دقيقة، مش اكتر من كده. معانا المقدار التاني، نفس المقدار الاول، بس في الدقيق بدل ما 500 جرام خليهم 450 جرام من الدقيق، عليهم 50 جرام من الكاكاو. وننخل الكاكاو عشان عارفين بيبقى فيه تكتلات وكده. ورشة الملح ما ننساهاش. نقلبهم مع بعض كده. معانا خليط الكاكاو جاهز. نفس الزبدة والسكر نفس المقدار بتاع الاول، احنا عملناهم كده جبناهم جاهزين، بس هي نفس خطوات المقدار الاول في الزبدة والسكر والدقيق كمان. مفيش اختلاف، غير هنشيل 50 جرام من الدقيق هنحط بدلهم 50 جرام من الكاكاو معانا بالشكل ده. وبرضه هنحطهم على دفعات، ومش هنقلب كتير. احنا مش هنعجن، احنا هنقلب من فوق لتحت مش اكتر، لحد العجينة ما تبقى مظبوطة معانا بالشكل ده. بقت جاهزة.
وطرية معانا نفس قوام العجينة الأولى. بالشكل ده هنبدأ نشكلها زي الأولانية بالظبط، ضغطتين وهنرفعها كده هيبقى معانا جاهز بكل سهولة. معانا شوكولاتة بيضة وشوكولاتة خام نوعين، نوع شوكولاتة بني نوع شوكولاتة أبيض. هنسيح 150 جرام من كل نوع. بعد ما نسيحهم هنضيفوا معلقة كبيرة من الزيت على كل نوع شوكولاتة ونقلبهم كويس بالشكل ده ليختفي الزيت تماما كده. يبقى معانا صوص الشوكولاتة جاهز كده. ودي الكمية اللي عملناها. معانا هنا شوكولاتة البيضة والشوكولاتة الغامقة، ومعانا جوز هند وفورماسيل وفستق مطحون وفول سوداني مطحون، او حسب رغبتك بقى اي نوع تختاريه انت. التزيين براحتك. هنحط شوكولاتة في البسكوتة بالشكل ده في البيتي فور ونلزقها بكل سهولة معانا، وهنشكلها زي احنا ما بنحب زي ما تحبي. هنا هنحطها في شوكولاتة بيضة نهزها كويس. بعد كده فستق بالشكل ده. والتزيين يعني ده اختيارك انت زي ما تحبي براحتك. هنعمل واحدة كمان مع بعض. ممكن تحشيها مربى، بس المربى هتضطر معاكي البيتيفوراية بعد يوم او 2، لكن الشوكولاتة هتخليها لسه متماسكة زي ما هي كده، مش هتطرى معاكي غير المربى بالشكل ده. وهنزين باقي الكمية زي ما انت شايفة كده براحتك خالص زي ما تحبي بالشكل ده. بعد كده هنحطها على ورق زبدة كده بس تنشف معانا الشوكولا عشان ما تلزقش كده، او ندخلها التلاجة 5 دقايق كده هتمسك الشوكولاتة وكده بقت معانا جاهزة بالشكل ده. بتمنى تجربوا الوصفة واتمنى انها تعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين.